انت هتفضل مكسوف كده كتير؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له قاعد بعيد ومش قاعد جنبي. مالك؟ هو انت حد زعلك؟ قال لي لا يا حلوة. بقولك ايه؟ قلت له قول. قال لي انا عندي حل. قلت له ايه؟ قال لي انا صاحبي عايز يعني يبقى موجود معانا. قلت ايه؟ قلت له صاحبك؟ قال لي ايوه. ايه متضايقة؟ قلت له لا. طيب ماشي موافقة. وفعلا شوية ولقيته جاب صاحبه، ولقيت كمان الحاجات اللي بيعملوها هما الاتنين جننتني خالص. ما كنتش عارفة بصراحة لأن النور اتقفل، ما كنتش عارفة مين فيهم بيعمل ايه. لكن بصراحة اللي عشته اليوم ده خلاني أحس إن أنا في دنيا تانية. أيوة زي ما بقولكم كده. وبصراحة اكتشفت الموضوع حبيته قوي قوي، وبقيت كل يوم أطلبه. ومش عارفة بقى أوصف لكم. هقول لكم الموضوع من بدايته لحد الوقت ده. لكن الأول عايزاكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم تنبيه وإشعار بكل الحاجات الجديدة اللي بتنزل عندي على القناة. كانت معكم أليشا ستوريز. ودلوقتي يلا بينا علشان نكمل قصتنا ونعرف صاحبة القصة ايه اللي وصلها للي هي فيه ده. أنا شاري. بصراحة كده أنا كنت متجوزة. وكنت ست بيت زي أي ست بيت، لكن المعيشة كانت صعبة جدا، وجوزي ما كانش بتاع شغل خالص، فين وفين اما ينزل يدور على شغل، والموضوع ده كان مضايقني وما كنتش عارفة أعمل إيه ولا أحله إزاي. حاولت كتير قوي إني أشوف حل معاه، لكن برضه من غير فايدة. كل شوية يقعد يقولي هعمل إيه؟ أقوله يا راجل انزل دورلك على شغل، أي شغل اشتغلها. يقولي ما أنا بنزل وبدور وبرضه مفيش فايدة. بصراحة ما كنتش عارفة إيه آخرتها، ولا أنا هفضل كده لحد إمتى. كل شوية أفضل أتحايل عليه علشان يشتغل، عشان ينزل يشوف أكل عيشه، لكن مفيش فايدة. الخناقات بينا ابتدت تزيد أكتر وأكتر، وأنا ما كانش في إيديا حاجة أعملها. أحسن حاجة كنت بعرف أعملها إني ست بيت وست لجوزي، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي كنت أعرف أعملها. في الوقت ده كلمت واحدة صاحبتي يعني عشان تشوف لي شغل، لكن لقيتها بتقولي وتشتغلي ليه؟ ده انتي ست جميلة وحلوة، وبصراحة ناس كتير قوي قوي يتمناكي. قلت لها انتي تقصدي ايه؟ اوعي تقوليلي الشغل اللي جبتيهولي قبل كده، انا قلتلك انا مش كده. قالت لي مفيش قدامك غير كده، ها هتعملي ايه؟ قلت لها مش عارفة، انتي رأيك ايه؟ قالت لي بصراحة كده أنا أنا عايزاتي. قلت لها عايزاني إيه؟ قالت لي عايزاكي تروحي تجربي، مش هتخسري حاجة، وبعدين ده رجل أعمال مهم جدا، ولو اتبسط منك هتشوفي الخير كله معاه. بصراحة كده وافقتها وصدقتها، وعملت كل اللي هي عايزاه. أيوة زي ما بقول لكم. وبعد كده لقيت نفسي بقول وإيه المشكلة؟ أنا أجرب، مش هخسر حاجة. وفعلا بعد كده رحت العنوان اللي صاحبتي اديتهولي. رحت لقيت شاب، مش شاب قوي يعني، في أول الأربعينات. أول ما شافني قال لي إيه ده انتي حلوة قوي. قلت له حلوة؟ حلوة ازاي يعني؟ قال لي يعني تعالي تعالي وأنا أقولك. أخدني من إيديا ووقفني قدام المراية. قال لي شايفة إيه؟ قلت له شايفة نفسي. قال لي بس انتي زي القمر، حاجة كده زي حتة الجاتو. بصراحة كده أنا من الأول كنت عارف إن نظرتي فيكي ما تخيبش. قلت له انت نظرتك فيا كانت إيه بقى؟ قال لي بصراحة كده كل حاجة فيكي كانت عجباني. ما كنتش عارفة أرد عليه ولا أقوله إيه. كلامه كان بيكسفني وكان بيقولي كلام عمر جوزي حتى ما قالهولي. أيوة زي ما بقولكوا كده. قلت له عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. قال لي هو ايه العيب؟ ده انتي زي القمر. بقولك ايه، ما تيجي نخش الأوضة دي. قلت له ليه؟ قال لي تعالي بس، عندي ليكي شوية كلام عايز أقعد أنا وانتي لوحدنا نتكلم فيه. قلت له لأ ما فيهاش حاجة. ودخلت معاه الأوضة. قعد يتكلم معايا شوية ويهزر ويضحك، لكن بعد كده ابتدى يقول لي حاجات كتير، وابتدت ايديه تروح لأماكن
كل حاجة تقريبا. وأنا قاعدة ساكتة خالص، ما بتكلمش ولا كلمة واحدة. ابتدى في اللي هو عايزه. وبصراحة المجهود اللي حصل ما أقولكوش حاجة غير طبيعية. أيوة زي ما بقولكوا كده. وأنا بقى رحت في ثانية لغير الدنيا من كتر الحاجات اللي كان بيعملها وبيقولها في نفس الوقت. وكان بيطلب مني أنا كمان أقول شوية حاجات. يعني كان بيقولي الحاجات لي بتحفزني وتخليني يعني أعمل كل حاجة. وأنا سمعت كلامه. لكن بعد شوية وبعد ما الموضوع خلص لقيته بيطلب مني حاجة غريبة. لقيته بيقولي يعني إن أنا ابتدي الكلام، يعني أقول إني حلوة وجميلة، وإن أنا يعني أصدق على أي حاجة. قلت له مش فاهمة قصدك، أنت تقصد إيه؟ أنا مش فاهمة ولا كلمة. قال لي لأ، أنت فاهمة كل حاجة. بقولك إيه، بصراحة كده ومن الآخر يعني مش هتكسف منك. قلت له لأ، قول كل اللي أنت عايزه. قال لي صاحبي قاعد برا. قلت له صاحبك مين؟ قال لي صاحبي ده حاجة فوق الخيال، وكل ما انت تكوني كويسة معاه كل ما يبسطك أكتر ويخليكي مبسوطة أكتر وأكتر. بصراحة كده ما كنتش عارفة أقوله إيه. قلت له إزاي يعني؟ أنا اتفاقي كان إمتى؟ قال لي وماله، إحنا الاتنين موجودين. ها، أنا ديله؟ وفجأة قلت له ماله، وفعلا وافقت وندى لصاحبه. واللي حصل وجرالي ما أقولكوش، لدرجة إن بعد ما الموضوع خلص ما كنتش عارفة أدوس على رجلي وحطها على الأرض من كتر اللي حصل لي. وفضل الموضوع على كده، والمشكلة إني اتعودت وما بقتش عارفة أعمل إيه. معقولة أنا أتعود على حاجة زي كده؟ علشان كده أنا جيت لكم لما ما لقيتش وقفت حل. ورا باب أوضتهم وأنا سامعاها عمالة تقوله وطي صوتك يا راجل، انت أختك هنا، بلاش عمايلك دي، أنا مش قد عمايلك كده، ده انت جننتني ودوختني. لكن هو رد عليها وقال لها وبعدين معاكي بقى، ما تسمعي الكلام اللي أنا بقوله، هو كل مرة لازم يعني نقعد نتخانق ولا إيه؟ قالت له بس يعني. قال لها ما بسش اسكتي، وبعدين أختي في 7 نومة. وهو ما كانش عارف إن أنا لا في 7 نومة ولا غيره، ده أنا واقفة على باب الأوضة بسمع وبشوف كل حاجة من خرم الباب، وهو ولا هو هنا. وأنا بقى على اللي حصل لي ما أقولكوش عليه، كل حاجة فيها كانت بتتنفض، كل حاجة فيها كانت بتترعش، ما كنتش عارفة إيه آخرتها. يعني أعمل إيه بس؟ يعني هو مش قادر يراعي ظروف أخته؟ طب أعمل فيه إيه ده بس؟ لكن هقول إيه؟ ما أنا ما أقدرش أتكلم، أخويا برضه، واللي حصل منه محدش أبدا يتوقعه، محدش كان يصدق إن ممكن ده كله يحصل. أيوة، اللي حصل مني بصراحة محدش كان يتخيله، ولا أنا نفسي كنت أتخيل إن ممكن ده يحصل. أخويا؟ طب إزاي؟ مين بس اللي يصدق كده؟ أنا شخصيا ما كنتش مصدقة، لكن كان لازم أتصرف وفي أسرع وقت ممكن، وعلشان كده حصل اللي أنا هحكيه لكم. لكن الأول عايزاكم تعملوا اللايك للفيديو واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. ودلوقتي يلا بينا بقى علشان نكمل قصتنا ونعرف صاحبة القصة بتاعتنا دي هنعمل معاها ايه وايه اللي هيحللها مشكلتها. أنا شخصيا لحد الوقت ده مش عارفة ازاي، بس هنحللها المشكلة الكبيرة دي. بتحكي وبتقول أنا اتطلقت بعد جواز دام 5 سنين بحالهم. عرفت إن هو يعرف واحدة ست عليا، علشان كده رفضت طبعا إن أنا أكمل معاه، وقلت له ده لا ممكن أبدا، مستحيل إن أنا أكمل معاك أبدا. أتطلق واتطلقنا، وأنا ما كانش ليا حد غير أخويا. رحت له وهو بصراحة وقف جنبي وقال لي ما ينفعش، لازم أكون معاكي خطوة بخطوة، وبعدين انت ليكي مين غيري؟ فرحت بكلامه ليا وقلت لنفسي مفيش غير أخويا. أيوة، أخويا هو ده سندي في الدنيا. وفعلا اتطلقت ورجعت تاني أعيش معاه. بصراحة مراته بتحبني وكويسة جدا، لكن أنا كنت حاسة إن أنا طول الوقت تقيلة يعني على قلبها، وإن هي ملهاش مزاج إني أعيش معاهم. لكن أنا ما كانش في إيدي أي حاجة أعملها، أمال يعني هروح فين؟
علشان كده أنا سكت وما اتكلمتش، وقلت لنفسي يعني مش مشكلة، أنا اتحمل معاملتها معايا، بالرغم إن هي كانت بتحاول تمثل إني مزعلش منها وكده. وفعلا الوقت عدى وكل شيء كان تمام، وأنا بصراحة ما كانش في حاجة من ناحيتي، بالعكس ده أنا طول الوقت كنت أبين لها إني بحبها وخايفة عليها وكده. وفعلا قضيت معاهم وقت وما كانش فيه أي حاجة مضايقاني، لحد بقى عمايل أهوية. أيوة، اللي كان بيعمله ده جنني بصراحة، ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف حتى معاه إزاي. اللي كان بيعمله ده حاجة ما أقولكوش عليها، لكن أنا كان لازم أعدي وأتحمل وأشوف آخرتها معاه إيه. ما أنا يعني كنت هعمل إيه؟ علشان كده زي ما بقولكم عديت. لكن في يوم من الأيام كنت قاعدة في أوضتي، وهم تقريبا افتكروني نمت، ومن كتر الزهق قلت أدخل المطبخ أعمل حاجة أشربها وأجيب شوية مكسرات وأقعد كده ونس نفسي. ولسه جاية أعدي من قدام باب الأوضة، سمعت صوتهم هما الاتنين. صوتها كان عالي، والكلام اللي كانت بتقوله يخلي أي واحدة تسيح كده مكانها ما تعرفش تعمل إيه. وأنا واقفة ورا الباب وهي عمالة تقوله أيوة كده كمان وكمان، اديني أكتر من كده بكتير، أنا معاك على أي حال. وأنا طبعا سامعة اللي بيقولوه لبعض، وعمالة ريقي ينشف بالعافية من الكلام اللي بسمعه. وهي بقى زودتها بكل الكلام اللي كانت بتقوله، وهو كمان كان بيقول لها كلام صعب خالص، لدرجة إني ما كنتش عارفة أعمل إيه، ولا اللي أنا بسمعه ده بجد ولا لأ. حاجات كتير قوي غيرتني، حاجات كتير خلتني أعيد التفكير في اللي أنا فيه ده. لكن بيني وبينكم الموضوع كان صعب، أيوة صحيح، لكن كله كان بيعدي. أنا اليوم ده حاولت إني أمسك نفسي على قد ما أقدر، وبعد ما خلصت دخلت على أوضتي وقعدت مع نفسي. وبعد ما كنت هنام لقيت نفسي بعمل حاجة تانية خالص، والموضوع زاد وزاد وزاد، وما كنتش عارفة إيه آخرتها ولا حتى هعمل إيه. لكن كل اللي كان فارق معايا إن أنا يعني الموضوع يتم وكده، وفضلنا على الحال ده. وبصراحة كده ما كنتش عارفة أعمل إيه. كل ليلة ده يحصل، وكل ليلة أقعد أسمع كل اللي كان بيدور، لدرجة إني قلت لنفسي وبعدين بقى هو أنا كل يوم هسمع الحاجات اللي تخلي الواحد مش عارف يقعد دي؟ لكن ما كانش قدامي أي حلول. وبعد كده في يوم وأنا واقفة زي كل يوم يعني بسمع، خبطت في الباب من غير ما أقصد. ووقتها أخويا حس بوجودي وقام، ولقيته ماسكني من إيدي ودخلني الأوضة وقال أنتي واقفة بتعملي إيه؟ قلت له عادي يعني واقفة. قال لي عادي إيه؟ هو أنتي واقفة وعايزة يحصل لك زيها؟ قلت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ قال لي أمال إيه؟ قلت له أنا مش فاهمة أنت بتتكلم عن إيه. أنا كنت بشرب في المطبخ وأنا معدية خبطت في الباب من غير ما أقصد، عادي يعني. قال لي بس شكلك مش عادي، وشكلك سمعتي كل حاجة، وأنا يا ستي عارف إنك سمعتي كل حاجة، وعشان كده أنا بقى هوريكي أنا هعمل إيه. وفجأة راح قافل باب الأوضة، ولقيتها هي بتضحك وبتقول لي انتي اللي جبتيه لنفسك، انتي منتيش قد ولا قد اللي هو بيعمله، هو دلوقتي هيوريكي هو يعرف يعمل ايه. وابتدى أخويا، ما كنتش مصدقة، لكن بعد شوية لقيت نفسي أنا اللي بطلب منه إنه يكمل، وفضلنا على الحال ده. لكن بصراحة أنا مش عارفة اللي أنا فيه ده غلط ولا صح، علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى فيدوني وقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي، وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس. كانت معكم أليشا ستوريز، دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.